السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي مهتم بجديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه مونسي موبايل ماني اكونت. التطبيق ده مساحته 37 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق بنكي موجود في الولايات في المملكة المتحدة في انجلترا. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تفتح حساب بنكي، تقدر ان انت تطلع على الحساب بتاعك، تقدر انت تتعرف على المعاملات بتاعتك خلال اي فترة انت عايزها، خلال شهر، خلال شهرين، خلال 3 شهور، عمليات السحب، عمليات الايداع، عمليات التحويلات. بتقدر كمان ان انت لو انت شغال في المملكة المتحدة والمرتب بتاعك لسه منزلش، بتقدر ان انت تاخد المرتب بتاعك مقدما قبل مثلا نزول المرتب بتاعك بيومين 3، بحيث ان انت اول ما المرتب بتاعك بينزل بيتسحب على طول من خلال البنك. دي طبعا ميزة كويسة في التطبيق بيديها للعملاء اللي هم موجودين في الدولة وعملاء وعملاء في البنك. دي كلها مميزات. كمان بتقدر ان انت تحول فلوس لاي شخص داخل البلد تابع للبنك او تابع لاي بنك اخر، وكمان بتقدر تحول فلوس لاي شخص خارج من البلد خالص. طبعا بتقدر تستمتع بسعر صرف مرن وتقدر تحول بالعملة اللي انت عايزها، سواء بتحول بالدولار، باليورو، بالجنيه الاسترليني، بالدولار الكندي، بأي عملة انت عايزها بتقدر انت تحول بيها بسهولة. دي كلها مميزات التطبيق والغرض من التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات، بالاضافة لان التطبيق بيكون كله باللغة الانجليزية، مفهوش لغات اخرى، ودي طبعا بتكون صعبة عند بعض الناس. وبس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين تكتب لي في الكومنت لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تعديل من التعديلات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.